السنتين اللي فاتوا كانوا مليانين قصص طلاق وانفصال لنجوم كتير، واللي بيحصل طبعا بيكون تحت الأضواء وممكن يكون جزء كبير منه إشاعات أصلا. خليني أحكي لكم النهاردة عن أشهر الجوازات اللي باظت في الفترة اللي فاتت وأسبابها المعلنة طبعا. وما ينفعش ما ابدأش بالكابل الأشهر ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. الجوازة دي كانت حديث الناس من بدايتها كده، قصة حب جامدة، دعم متبادل، وبعدين شوية مشاكل خلت الموضوع ينتهي فجأة في سنة 2024. ياسمين والعوضي كانوا عاملين زي الثنائي المثالي، لكن في الآخر كل واحد فيهم مشي في طريقه. ياسمين قالت في تصريحات انها لسه بتحبه، وان الطلاق مش معناه ان المشاعر دي اختفت. والعوضي كمان لما ظهر في البرامج واتكلم عنها بكل رقي، وقال ان النصيب وقف لحد كده. والناس وقتها فضلوا يتكهنوا باسباب الطلاق ده، منهم اللي يقول ده معمل لهم عمل، ومنهم اللي يقول علشان الخلفه، لكن ولحد النهارده الحقيقه الكامله ما نعرفهاش. واحمد العوضي اعلن من كام يوم انه بعد رمضان هيتجوز. الف مبروك يا عوضي وربنا يكمل لك بخير. الفنانه نيلي كريم كمان انفصلت عن زوجها لاعب السكواش العالمي هشام عاشور. نيلي اللي كانت بتحكي قد ايه جوازاتها السابقه كانت صعبة جدا، دخلت تجربة جديدة وكان باين عليها ناجحة مع هشام. الجوازة كان شكلها هادي وكان باين ان هم منسجمين جدا، لكن فجأة في نص 2024 اعلنوا الانفصال. وهشام قال ان ولاد نيلي مالهمش علاقة بالموضوع، وده عكس اللي الناس كانت بتقوله. لكن برضه محدش منهم اعلن سبب الانفصال الواضح، وفضلوا محترمين هما الاثنين بعد الانفصال. الفنان محمود العسيلي بقى كان له قصة طريفة مع الجمهور. محمود العسيلي فاجئنا كلنا من كام شهر انه بيتجوز، والجمهور كله اتخض وقال ثانية واحدة كده، هو مش محمود العسيلي اصلا متجوز؟ فاكتشفنا ان محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم انفصلوا عن بعض. العلاقة دي كان باين انها مستقرة وكانت كويسة جدا، ودايما بينزلوا صورهم سوا، بس الانفصال حصل من غير ضجة ومن غير ما حد يعرف، وده اللي خلى الجمهور يستغرب لما نزل عسيلي صور فرحه الجديد. ونروح للكابل اللي بعد كده، هند عبد الحليم وكريم أنديل. هند من الناس اللي بتحب تفصل حياتها الشخصية عن السوشيال ميديا، وفجأة أعلنت طلاقها من كريم أنديل سنة 2024. الناس بدأت تسأل هم اتطلقوا ولا لا، وهند أعلنت بعدها بفترة وقالت ان العلاقة ما بينهم كويسة وانهم لسه أصدقاء، بس طبعا ده الكلام الرسمي. لكن طبعا الأسباب الحقيقية محدش يعرفها غير هند وكريم، وواضح كده ان الموضوع هيفضل في إطار النصيب خلص اللي بيقولوا كل المشاهير. جوري بكر وجوزها بقى قصتهم مختلفة شوية، لأنها انفصلت عن جوزها في مايو 2024، وبعدين رجعوا لبعض، وبعدين رجعوا انفصلوا تاني وبشكل نهائي في أكتوبر 2024. واضح كده ان الحكاية ما بينهم ما كانتش مستقرة من الأول، وواضح كمان ان كان في مشاكل بتتكرر لحد ما هما الاتنين أخدوا قرار الانفصال. القصة دي انتهت بدري شوية، أو في تحديدا فبراير 2024 يوم عيد الحب. شيري وطارق اعلنوا الانفصال يوم عيد الحب زي ما قلت لكم، بس الحقيقه انهم كانوا انفصلوا قبلها، وتحديدا في ديسمبر 2023. الجوازه دي ناس كتير كانت مراهنه عليها، لاننا كنا شايفين الانسجام والحب ما بينهم وكل حاجه كان شكلها كويس، لكن فجاه حصل طلاق سريع ومن غير اي مشاكل معلنه، وزي العاده الاسباب الحقيقيه ما عرفناهاش. ونروح للقصه اللي بتزعلني انا شخصيا، جيني كامل وامير طعيمه. الشاعر الغنائي امير طعيمه اتجوز من المطربه جيني كامل في بدايتها في الغنى، كان معجب بيها جدا وحبها جدا لدرجه انه ظهر معاها في كليب كموديل. وبعد كل الحب ده كللوا قصة الحب دي بالجواز، ونتج عنها 3 أولاد. الفكرة بقى ان القصة دي انتهت بشكل مأساوي وبطريقة مش لطيفة خالص. بشكل مفاجئ جدا اعلنوا الانفصال، وبعد 3 شهور امير طعيمة اتجوز، وجيني كتبت كام بوست كده بتطلع اللي جواها فيهم، وبعدين رجعت اعتذرت تاني عن البوستات دي. وفجأة وبدون مقدمات سمعنا ان امير طعيمة رافع عليها قضية، عشان نكتشف انها لما عرفت بجوازه راحت لبيته الجديد واتخانقت معاه هو وعروسته. فامير رفع عليها قضية واتحكم عليها بسجن 3 شهور، وبعد فترة القضية دي انتهت وجيني ما اتسجنتش ولا حاجه. احنا فاهمين ان العلاقه ما بينهم كانت متوتره، لكن توصل لدرجه الحبس والسجن بعد ما كانوا قصه حب لمده 15 سنه. ناس كتير لمحت ان الموضوع ده ممكن يكون فيه خيانه، لكن طبعا ما حدش يعرف الاسباب الحقيقيه، والعلاقه ما بينهم متوتره لحد النهارده. نيجي بقى للكابل اللي زعل الناس كلها حرفيا، لا كلهم بجد، انفصال امير عيد نجم كايروكي عن مراته ليلى. في نوفمبر 2024 ابتدت تنتشر اخبار عن انفصال امير وليلى بعد جواز استمر اكتر من سنه وقصه حب كبيره جدا بيضحكوا بيها دايما. والانفصال ده حصل في هدوء من غير اي تصريحات رسميه من الطرفين لحد النهارده، لدرجه ان في ناس مفكرهم لسه مع بعض. وخدوا الخبر الاكيد مني، هم منفصلين واحد الطرفين مرتبط دلوقتي. وقبل ما اعرف الخبر الاكيد ده كان في شويه علامات بتاكد الانفصال، زي مثلا ان امير كان عامل على ايده حرف ال عشان اسم ليلى، والتاتو ده اتمسح وما بقاش موجود. كمان الانفولو اللي حصل ما بينهم هما الاثنين لبعض. ده غير بقى الكبيره، ليلى كانت دايما بتحضر حفلات كايروكي وبتغني امير عيد لها دايما اغنيه ليلى، ومن ساعه الانفصال وليلى ما بتحضرش ولا حفله، وكمان امير بطل يغني الاغنيه دي. هيعمل موف اون ازاي يا جماعه وهو مغني اغنيه الوطن العربي كله بيحبها، وفي كل حفله بيطلبوها منه؟ يا ريت يا جماعه نداء للجمهور اللي بيحضر حفلات كايروكي، ما تطلبوش الاغنيه دي منه، سيبوا الراجل يموف اون. وزي ما في نجوم فعلا انفصلوا، في نجوم بتطاردهم شائعات الانفصال طول الوقت، وده مش حقيقي. منهم مثلا نانسي عجرم وجوزها فادي الهاشم. كل فتره كده نسمع ان نانسي انفصلت عن جوزها، اخرهم مثلا كان من شهر تقريبا لما نانسي نزلت اغنيتها الجديده طول عمري
نجمه. وقتها كتبت تويته على تويتر كانت غامضه شويه، والناس فسروها انها بتعلن الانفصال، بس الحقيقه ان نانسي كانت بتعمل دعايه للاغنيه بتاعتها. ده غير ان سنه 2023 كان في اشاعات قويه جدا عن انفصال نانسي وفادي، وده بعد ما الناس لاحظت قله ظهورهم مع بعض. بس نانسي طلعت ونفت الكلام ده تماما، وقالت انها مش هترد على كلام فاضي زي ده، وان في حاجات في الحياه كتير اهم من كل ده تتكلم عنه. ونيجي للثنائي اللي انا زهقت لهم، محمد فراج وبسنت شوقي. من اول يوم اتجوزوا فيه وكل شويه تطلع عليهم اشاعه بالانفصال، لدرجه ان الاثنين بطلوا يطلعوا يردوا على الموضوع ده اصلا. فمن فتره قريبه ظهرت اشاعه عن محمد وبسنت انهم بينهم مشاكل كتير وانهم انفصلوا، خصوصا بعد ما بسنت سافرت ونزلت صور لوحدها، ومحمد كمان سافر ونزل صوره لوحده. طب يا جماعه ما يمكن كل واحد سافر بلد لوحده عادي، ما فيش مشكله يعني. لا، الناس ما بتقتنعش وبتقولوا دول انفصلوا. بس محمد وبسنت ما ردوش على الاشاعه دي، وعموما هم في العادي بيردوا عليها بصوره ليهم مع بعض، بس بيكون بعد فتره من الاشاعه. ربنا يخليهم يا بعض يا جماعه ويحميهم من العين. في ايه كمان الفنانه احلام الشمسي وجوزها مبارك الهجري بيطلع عليهم اشاعات كتير جدا بالانفصال، وتحديدا سنه 2024 الاشاعه دي كانت بتتردد بقوه جدا عن الثنائي ده، وناس كتير اتكلمت ان احلام انفصلت عن زوجها مبارك بسبب خيانته ليها، الفوا سبب الانفصال كمان. بس مبارك قرر يرد على الناس بفيديو على السوشيال ميديا، وقال ان علاقتهم قويه جدا مع بعض وان محدش يقدر يفرقهم غير الموت. ونروح للكويت والفنانه الهام الفضاله وجوزها شهاب جوهر. سنه 2023 طلعت اشاعه قويه جدا بانفصال الثنائي ده، وده كان حديث وترند السوشيال ميديا وقتها. وبعدها الهام تنفي الموضوع ده تماما وتقول انها اشاعه ليس لها اساس من الصحه. ده غير طبعا منى زكي واحمد حلمي اللي من ساعه ما اتجوزوا حرفيا وكل سنه لازم تطلع عليهم اشاعه الانفصال. منى وحلمي ما بيردوش على الموضوع ده خالص، خلاص جالهم مناعه من الموضوع بقى. منى وحلمي اللي متجوزين بقالهم اكتر من 20 سنه، ربنا يخليهم لبعض يا رب وما نسمعش عنهم حاجه وحشه. الاشاعات عن النجوم ما بتخلصش ودايما بتلمس حياتهم الشخصيه، وسواء ده صح او غلط، بس المؤكد ان المشاهير دايما ساعات بيلاقوا نفسهم مضطرين يردوا علشان يوضحوا الموقف للجمهور. تقريبا كده يا جماعه حياه النجوم تحت الضغط والشهره والاضواء والاشاعات والتدخلات ساعات بتعمل توتر في العلاقه ما بينهم. غير كده احيانا بيكون في اختلاف في طريقه التفكير او حتى احتياجات الطرفين بتتغير مع الوقت، دي طبيعه بشريه. بس الاكيد ان كل القصص دي بتفضل ماده دسمه للجمهور، والسوشيال ميديا مش بترحم اي حد فيهم. قولوا لي في الكومنتس ايه اكتر قصه طلاق كانت مفاجاه بالنسبه لكم.